السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي دكاترة أولى ثانوي، عاملين إيه؟ يا رب دايما تبقوا بخير وصحة وسلام. ويك جديد وهوم ورك جديد وأسسمنت جديد. تعالوا كده بقى نسمي الله، نخش على ويك 6 إن شاء الله، ونشوف كده بيتكلم عن biological adaptation of living organism in the aquatic ecosystem. ويعني هو الويك طويل شوية، بس إن شاء الله بإذن الله الأسئلة هتكون سهلة. باختصار كده تعالوا نتكلم شوية نفهم إحنا عندنا الدنيا ماشية إزاي. أولا إحنا عندنا 3 types of adaptation: structural adaptation يعني بيغير في الاستراكشرال في التكوين بتاعه، والبيهيفيرال ادابتيشن بيغير في تصرفاته، والفسيولوجيكال ادابتيشن هو بيغير في طريقة الأورجان نفسه بيشتغل ازاي. طيب تعالوا نشوف كده. أول سؤال عندنا يقول لك which of the following do sea bottom fish عايشة تحت خالص ماشي do to adapt the oxygen in their a surrounding environment. طب الأول هو الأكسجين كتير ولا قليل؟ لا هو قليل طبعا. طب تعال نشوف. speed up ماشي their metabolism to reduce their oxygen demand لا. slow down their metabolism to consume more oxygen برضو لا. speed up their metabolism to consume more oxygen لا. slow down their metabolism to reduce their oxygen demand يبقى right answer عندي هي دي. وتعالى اخش على question number 2. يقول لك the opposite figure show a salmon fish migration which is an adaptation ايه. behavioral only لا. تمشي behavioral طبعا، بس behavioral physiological combined طب ليه يا سيدي؟ اول حاجه ان هي behavioral عشان هو بيروح من هنا لهنا ومن حته لحته ودي عارفينها. طب ايه ليه فيسيولوجيكال؟ عشان هو بيتغير الادابتيشن بتاعه، مثلا حاجه زي الكدني يغير لها التكيف بتاعها عشان خاطر هي من الفريش ووتر بتشتغل شغلانه تطلع دايلوت يورين. طب السولت ووتر لا بتطلع كونسنتريتد يورين، يبقى لها شغلانه تانية خالص. يبقى الاثنين دول كومبايند مع بعض، يبقى الرايت انسر هي سي. وبص على question number 3. يقول لك the figure shows the life cycle of salmon. study it and then determine which of ماشي اوكي which of the following represent stages 1 و 2 indicated by the arrow. ماشي. question 1 mature fish. 2 young fish. ماشي young fish يعيش على طول فين؟ في الريفر. برافو. ودي غلط ودي غلط. طب 1 هيعيش فين؟ الماتيور فيش يعيش في السي. يبقى الرايت انسر عندي هي دي. طيب question number 4. يقول لك if the concentration of a saline solution X is greater than the concentration of saline solution Y، يعني X أكتر من Y و semi permeable membrane separate them بيفصل ما بينهم which of the following moves due to osmosis. طيب يبقى طبيعي إن المية هتروح من Y ل X. يبقى salt يتحرك لأ عشان هو في semi permeable membrane. طب water تروح من Y ل X. أيوه يبقى الرايت أنسر عندي هي دي. و question number 5. يقول لك amoeba adapted to low osmotic pressure which components perform each of the following. يعني الأميبا بتتكيف علينا، مين يكولكت excess water ومين يديسشارج الاكسس سيل ووتر فروم السيل. ماشي. اللي هياخد المفروض عندي اللي هيكولكت الاكسس ووتر من السيل نفسها هو الكونتراكتايل فاكيول. طب واللي هيرميها هو الكونتراكتايل فاكيول. طيب لو هو قالك الووتر بتنتر منين، ساعتها من البلازما ايه؟ ممبرين. تمام كده. طيب تعال نشوف osmotic adaptation of adult salmon allows them to ايه كالاتي. بس في الادلت عايش فين؟ عايش في الفريش ولا في السولت؟ لا ده عايش في السولت ووتر. وطالما هو عايش في السولت ووتر يبقى السمكة لو هي موجودة هنا اهي البر حواليها سولت ووتر، يبقى المية اجباري هتطلع من السمكة تروح للمية. يبقى moving from ها سولت ووتر تو فريش ووتر. لا اوكي هو مش بيتكلم اصلا عن adaptation، بيتكلم على السمكة نفسها. لا allow them to. ماشي الادابتيشن عندهم يتحركوا من الفريش للسولت خالص عشان هو ادلت. يبقى move from fresh to salt water. هنا مش بيتكلم على الأوزموز جوه الفيش، ولكن هو بيتكلم على الأوزموتيك أدابتيشن. هو يتكيف ده للإيه؟ السيولوجيكال أدابتيشن عندي اللي إحنا كنا لسه قايلين عليه ي allow them to remove from fresh to salt water. يبقى الرايت أنسر عندي هي. وكويستشن نمبر 7 يقول لك which of the following is psychological change in deep ocean fish. ماشي. تعال نبص على تحت compact body صح، بس ده structure. strong artery أيوه دي psychological. طيب slower metabolic rate
اسف سوري سترونج ارتري ده يبقى ده غيرناهم ماشي. هو سلور ميتابوليك ريت، هو بيقلل الميتابوليزم عنده، يبقى الرايت انسر عندي هي سي. Which of the following adaptation enable deep sea fish to adapt with the lack of oxygen؟ ماشي. slower metabolic rate صح. compact body لأ. increase salt concentration ملوش علاقة. strong vessel down للبريشر، يبقى الرايت انسر عندي هي ايه. وتعالوا نخش على question number 9. يقول لك amoeba and fresh water fish are similar in ايه؟ شبه بعض في ايه؟ بص يا سيدي، cellular respiration هي حتى لو unicellular هي بتتنفس بنفس الطريقة. طب البادي لا، ده البادي ده كومبلكس قوي اكتر من ده. طيب جاز اكستشينج اورجان لا، دي عن طريق السيل ممبرين او الخلية نفسها، والتانية دي عن طريق الجلز بتاعتها، فدي حاجة غلط ودي غلط. اوزمو ريجوليشن ميثود لا، دي عن طريق الكدني ودي عن طريق كونتراكتال فاكيول، فهي السيلولار ريسبيريشن. حلو قوي. اميبا and paramecium and اليوجلينا are similar in ايه؟ they contain pseudopod from ماشي the excess body لا. the osmotic pressure outside them is equal لا. the osmotic pressure outside them is higher طبعا. they are multicellular organism لا دي مستحيل. طب هل هو الاسموتيك بريشر براهم اعلى؟ لا طبعا. طب بص اما ارجع افكر فيها كاسموتيك بريشر بره لا، بره طبعا لا لا. هو المفروض ان بره is lower than them، عشان كده المية عمالة بتخش جواهم. يعني نعدل دي كده ونعملها غلط. طب كده الأربعة غلط، أعمل إيه؟ بص، أنا حاسس إن في حاجة كده غريبة. بص يا سيدي، أنا لما أجي أحل سؤال معاك زي ده، خليني أحل السؤال وأنا مكانك كده في الامتحان. يعني إيه؟ يعني أولا عمرها ما تكون مالتي سيلر أورجانيزم، أنا متأكد. تاني عمرها ما تكون دي وعمرها ما تكون دي، فبالتالي اللي أنا قلت عليها غلط في الأول دي طب ما ممكن تكون صح. طب تعالى بقى أفهمها لك. زي كونتين السودوبودز يعني عاملة زي كيس فاضي، كيس كاذب كده، اللي هي ده اسم تاني للكونتراكتايل ايه؟ فاكيولز. حلو كده. from الاكسس ايه؟ بادي. بس يبقى انا اختار نمبر ايه. ocean bottom bony fish are structurally adapted by having ايه؟ ocean bottom الايه؟ البوني فيش ده سويم بلادر عشان ما تغرقش، ده الاستراكشر بتاعها. انما هي ما عندهاش كونتراكتايل فاكيول، الكدني ملهاش علاقة، كلهم عندهم كدني، والوايد ايز ملهاش علاقة هو بني ولا لأ. تمام. هي الفكرة كلها ملهاش علاقة انت عظمي ولا لأ، وخاصة ان هو لو عظمي او لو بوني فيش يعني في عظم كتير ما ينفعش يقعد تحت خالص لان هو هيتفطس. فالواد ايز في الاغلب بتبقى عند الكارتلاجينس فيش. ديب سي فيش ادابت تو ذا لاك اوف اوكسجين باي ايه؟ هاي كونسنتريشن في السولت ان زير بودي ملهاش علاقة بالاكسجين. سلو ميتابوليك ريت تنفع. كومباكت بودي ملهاش علاقة بالاكسجين اللي هي السترونج فيسل. سلو ميتابوليك ريت. فيش ذات ليف ان سولت ووتر، الاسماك اللي عايشة في السولت ووتر مياه مالحة. ماشي. الاسموتيك بريشر outside them is lower، لا العكس. water move from their body to the outside، دي صح. to get rid of excess water through contractile vacuole لا، احنا بنتكلم على الفيش. osmotic pressure inside them is lower is lower than ايه؟ outside them صح. وبالتالي المية بتخرج منهم. طب انا عندي اتنين صح، اعمل ايه؟ اختار اللي هي الاصح فيهم. fish that live in salt water، هو هنا بيكلمك على الفيش. انا شايف ان الاتنين ينفعوا لأن الاسموتيك بريشر جواهم قليل جدا 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 عن براهم، ولذلك المية
تخرج from their body to the outside، فالاتنين دول صح. تعال نشوف السي فيش facing الووتر salinity by ايه. swallowing large quantity of water ماشي تنفع، وكنترولنج البلاد يوريا ليفل الاتنين دول ينفع. طب تعال نشوف الكدني. تمام، والاكسس سولت ار emitted in form of dilute urine، لا دي غلط، دي هيطلع concentrated. كونتراكتايل فاكيول مالهاش علاقة بالفيش والجلز نفس الكلام، يبقى الرايت انسر عندي هي ايه. طب نمبر 15 the osmotic pressure in the body of fresh water is ايه. جواهم اكتر من بره، يبقى بالنسبة لي هاي لا لو متنفعش ودي متنفعش. هاي وهاي، طب لو هاي ما يتخش لهم causing their body to gain ايه water، يبقى الرايت انسر هي دي. طب تعال نخش على question number 16 يقول لك the osmotic pressure in the bodies of salt water fish is ايه. اللي عايشة في المية salt water هتبقى قليل. طيب which lead to water loss from their body، يبقى الرايت انسر عندي هي دي. وتعال نخش على question number 17 يقول لك what type of adaptation does salmon have. لسه حلينها فوق psychological و behavior. which of the following are characteristics of deep sea fish. الeyes wide، غلط دي غلط. الجسم compressed، يبقى الرايت انسر عندي هي ايه. وكويستشن 19 يقول لك large gills and fine capillaries help deep sea fish by، هتساعدهم عن طريق ايه الآتي. increasing oxygen extraction efficiency increase metabolism لا، decrease الاكسجين concentration او extraction برضو لا، maintain water salt balance ملهاش علاقة، يبقى الرايت انسر عندي هي ايه. تعال نبص على question number 20 يقول لك what is the environment in which each of the following occur for salmon. environment they are born اتولدوا فيها هتبقى الريفر. environment of which it lives until sexual maturity تعيش في السي. the reproductive environment river. the right answer عندي هي ايه. what is the importance of the swim bladder أو ال swim sac for bony fish. help them float صح. improve their ability to extract oxygen ملناش علاقة بالأكسجين. reduce water resistance في الانفايرمنت ملناش علاقة. enable them to withstand high pressure لا برضه still ملهاش علاقة، يبقى help them floats only. طيب question number 22 يقول لك a 10% saline solution محلول ملح في الكونسنتريشن بتاعه 10% و 15% sugar solution، يبقى ده كده الكونسنتريشن بتاعه أعلى. are separated by semi permeable membrane. طب المية مين الكونسنتريشن بتاعه على الشجر، يبقى المية تروح من اللو للهاي، يبقى تروح من السلاين للايه للشجر. water moves from saline solution to sugar solution صح. طب water moves from sugar to saline لأ. salt move from saline to sugar لأ. ولأ مستحيل السولتس تتحرك لأن عندي semi permeable membrane، فالرايت أنسر تبقى ايه. unicellular organisms such as amoeba obtain oxygen and get rid of carbon dioxide. طيب unicellular زي الأميبا obtain oxygen و get rid of carbon dioxide through ايه. تعالى بقى نبص بقى القصة دي. هي بتاخد أكسجين وبتاخد الكربون دايوكسيد مش عن طريق الكونتراكتايل ايه فاكيولز. تمام. طيب يبقى انا بالنسبه لي عن طريق البلازما ممبرين وده اكيد. طب بص بقى عن طريق الديفيوجن ولا عن طريق الاوزموزيس، لا يبقى عن طريق الديفيوجن، يبقى الرايت انسر هي ايه. طب ايه الفكره بتاعت الديفيوجن. الديفيوجن زي ما قلنا في الشرح عندنا ان هي دايما الحاجه بتروح من الكونسنتريشن من الهاي لللو، على عكس الايه الاوزموزيس. الاوزموزيس لا انا باخدها سيلكتيف بمزاجي. طيب question number 24 يقول لك it refers to the behavioral or physical traits of living organisms that help it to survive better in the ecosystem. ده تعريف الادابتيشن على طول. طيب which of the following is from structural adaptation of dolphin. الدولفين بقى عندهم fins ما عندهمش رجلين وعندهم البلو هول. طيب presence of large gill لا، large size eye لا، air bladder لا، presence of breathing opening at the top of the head ماشي. ice fish lives in the cold southern ocean at a depth approximately، احنا عارفين ان هي دايما 2000، بس ركز متر ما تروحش تختار لي 2000 كيلومتر، لما تيجي تحولها تبقى 2 كيلومتر على طول. The whales use their ايه in communication and hunt their prey their sounds. ده ال behavioral adaptation.
طيب viper fish has a high concentration of hemoglobin in its blood to adapt to lack of oxygen. على طول ده معلومات محفوظة. طب في ال essay question, how does the ice fish adapt surrounding environment, have compressed body and very large eyes. طيب explain how sharks have physiological adapt to increase external osmotic pressure. يعني بالاخر كده هي بتحبس اليوريا جواها، ده نيتروجينوس كومباوند بيطلع في اليورين، بتزود بعد كده الاوزموتيك بريشر بتاع البلاد تو نيرلي ايه، بيكوال الاوزموتيك بريشر بتاع السراوندينج ووتر. تمام. طيب give reason. طيب give reason sea bottom fish have strong and hard arteries and veins. هي نفس الفكرة، sea bottom fish are able to effectively regulate the blood pressure to withstand the huge pressure بتاع الووتر. طب give one example of each of the following adaptation. يعني ده سهل بقى، يعني مش محتاجين نقول، يعني اكتب أي حاجة. physiological adaptation، decrease metabolism مثلا. behavioral salmon migration. structural adaptation، اكتب compressed body. أي حاجة، هي الدنيا تمام يعني، أي حاجة تيجي على دماغك، بس اوعى تلخبط ما بين دي وما بين دي وما بين دي. طيب question number 5. what is the role of the gills in fish that live in salt water maintain its body salts and water balance. خلاص هي دي الفكرة. هي الفكرة إن الجلد ساعتها اللي بتعيش في المياه المالحة بتطلع مية كتير وتحاول تظبط سولز، ما بتشتغلش بس عشان تكستراكت الأكسجين، للأسف ليها وظيفة تانية. طيب تعال نبص كده على question number 6. يقول لك how do sea fish adapt to each of the following. what's the type of adaptation each of the following cases. lack of oxygen، ده decrease metabolism، دي psychological. increased pressure، compressed body structural يعني. lack of light، wide eyes، وده structural برضه. طيب compare between fresh water and salt water in terms of a direction for water flow from the body. ماشي، يعني direction هتروح ساعتها في water from fresh water، يعني water هتخش from the water body to the fish أو aquatic organisms يعني، أو aquatic من أي حاجة fish بقى، اكتبها أي حاجة. طب وفي ال salt water تبقى out. طيب the method of adaptation the aquatic environment which they live. الفريش get rid of excess water كده. get rid of excess water through kidney in the form of diluted urine. تعال نجيبها كده. طيب الفيش التانية لا، دي لازم تابزورب كتير. بص كده هنجيبها تحت هنا كده، بس نبقى احنا عارفين ان دي اجابة السؤال دي. ممكن نخليها بالاسود مثلا عشان نبقى عارفين. يبقى most fish that live in a salt water need to swallow large amount of seawater to compensate water loss through osmotic from body due to osmosis طبعا. بعدين بيكسكريت الاكسس سولت ده عن طريق الايه، ان هو يبقى خلاص concentrated urine يعني. يلا think about what happened when tilapia fish move from the Nile River to the Mediterranean Sea. هتموت الله يرحمها. ما هي هتعيش يا تموت. النايل ريفر travel from النايل ريفر to Mediterranean Sea experience psychological stress عشان السالينيتي بتزيد، فالازموتيك بريشر بيزيد، بدل يعني ما الميه كانت عماله تخش جسمها تلقائي، ده هتخرج منها هتموت، فدمج الجل والليفر والكدني كل ده. طب وبعدين يا اما تأدبت يا اما يحصل لها يعني physiological adaptation، يا اما الله يرحمها لو حصل لها زي السلمون كنبه ما حصلهاش هتموت. طيب تعال نبص على question number 9. يقول لك what are the consequences of the inability of the following organism to maintain balance. دي بقى كده خلاص باظت. between water and salt within their body. لو في الفريش ووتر هتقعد تخش ميه 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 هتكسبلود. طب في السولت ووتر كولابس. شكرا. طب what is difference between behavioral and structural. behavioral includes certain behaviors or action whether by inherited أو learned behavior زي السلمون migration. ماشي. طب الاستراكشر لا، بتغير في الاستراكشر أو الشيب بتاع البارتس بتاع الليفنج اورجانيزم that help it survive its environment. والاكزامبل لكل واحدة الكمبريسد بودي والسلمون migration زي ما كتبناها فوق. طب بص على الفيجر بتاعت الايس فيش دي. what do you know about this fish in terms of ability. الهابيتات where it lives بتعيش حوالي 200 ماشي 1000 متر في الكولد southern ocean
تمام كده. طب والدبس 2000 متر، والتايب بتاع الادابتيشن compressed body wide eyes. ماشي. والاتنين structural ايه adaptation. طب question number 12 بيقول لك what is the name of the component indicated by arrow number 1 رقم واحد عندي. ده السويم بلادر. what is importance، ولا دي الكدني؟ لا دي كده الكدني لان مفيش كرة فوقيها. يعني بص كده، دي الكدني، الكرة الصغيرة دي هي السويم بلادر. انت مش هتشوفها قوي غير اما ازوم لك جامد يعني. هو الخط اللي طالع منه السهم ده اهو، هو ده، دي الكدني، دي السويم بلادر، انما دي مجرد كدني. طيب بص يا سيدي، تعالى بص شوف كده بقى. يقول لك ايه اللي فايدتها تجيت ريز في اكسس ووتر ثرو الكدني ان ذا فورم اوف دايلوتد يورين. طب ليه؟ عشان هو قال لك هو عايش في الفريش ووتر. طب لو كانت كده تبقى تجيت ريد اوف، لو في السولت تجيت ريد اوف اكسس سولت. ماشي. The figure represent a viper fish, a deep sea fish. والله يا عم الله يبارك لك انك قلت لي سي. Right to structural و physiological adaptation. انت راجل محترم. ليه بقى؟ اولا هي عندها compressed body ومفرودة، بعدين كمان عندها bio flexibility in its skeleton to withstand الهاي ايه، الهاي بريشر عندي. فعندها ده وعندها ده، عندها flexibility في السكيلتون عشان تعرف تظبط، وعندها compressed body مضغوط عشان تعرف ايه تظبط حالها بيه، عندها هيموجلوبين كمان زيادة. طيب حلو قوي كده. تعال نبص بقى على وات، ماشي، واتس تايب ادابتيشن. الدولفين ده structural adaptation، بدل ما هو كان بني ادم بقى عنده زعنف وبلو هول. طب السلمون مايجريشن behavioral adaptation، يسافر من هنا لهنا. عايز تكتبها فيسيولوجيكال اكتبها، بس هو جايب لك كونتراكتايل ايه، الفاكيول عندي، فده فيسيولوجيكال ادابتيشن عشان عنده، هو بيسألك تحديدا على الكونتراكتايل فاكيول اللي في الاميب. طب بص كده على question 15، يقول لك examine the fish in the figure and explain why it has big eyes. Fish that live deep in the ocean possess a very large eye to enable them to see in the dark. يعني ايه؟ يعني بالبلدي كده هو عينه كبيرة ليهم بحلقة عشان يشوف بالليل لأن الدنيا ضلمة من الآخر. طب question number 16، the fish in the figure has compressed body, so do you expect، يعني حضرتك كده expect to find this fish in shallow area of the ocean and why؟ والله بص، يعني هي عندها compressed body، ف يعني ممكن إجابة يس وإجابة نو. أنا الأول وهلة فكرت في السؤال قلت نو. ليه نو؟ عشان هي خلاص they live in deep ocean. بعدين فكرت في إجابة تانية بصراحة، يعني إن أنا ممكن أقول لك بدل ما هي نو هقول لك يس. طب ليه يس؟ عشان هو كده كده في الشالو اريا في الأوشن، هو طالما عنده compressed body، طب ما هي أدابت، يقدر يستحمل الضغط فيعيش فوق يعيش تحت براحته. because يعني بالبلدي كده السمكة اللي تعيش فوق ما تقدرش تعيش تحت، طب اللي تعيش تحت تقدر تعيش فوق. they can adapt to high and low water pressure. بس شكرا. تعال نبص كده على الويكلي اسسمنت. حلو الويكلي اسسمنت. تعال نقرا اسئلته كده واحده واحده مع بعض. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. which of the following distinguish between dolphin from an ice fish؟ streamline body لا، presence of fin لا، والpresence of gills ده اللي distinguish ما بينهم. ايوه، لان الدولفين ما عندوش جيلز، يبقى الرايت انسر هي سي. تعال نبص على question number 2، يقول لك which of the following is true about السلمون الخال المهاجر؟ اليانج spend their first period life في السي لا. adult fish reproduce at river water صح. adult fish spend most of their lives في الريفر طبعا لا. young fish migrate from sea to river لا، ده العكس، يبقى الرايت انسر هي بي. the graph represents the relation between some marine fish and its metabolic rate. كلام جميل. يبقى بالتالي الميتابوليك ريت بتاع دي اقل واحده، يبقى دي عايشه تحت خالص. طب ودي بتاع فوقيها سنه، دي فوق خالص، ودي كده في النص، دي يعتبر اعلى واحده. فالترتيب بالعمق هيبقى الدي، تحتيها هيبقى الايه، تحتيها يبقى السي، تحتيها يبقى البي. طب انا رتبت على حسب الصورة. تعالى بقى نشوف هو اصلا عايز ايه. study it and then determine could anyone choose to live يعني ماشي، مين اللي هيقدر يعيش تحت؟ هو البي اللي هي اخر واحدة. ليه؟ عشان مقلله الميتابوليك ريت. طب ليه برضه؟ عشان عندها الاكسجين كونسنتريشن ايه، قليل. طيب ماشي. تعالى بقى نبص على السؤال اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. which of the following happen to an amoeba when its contractile vacuole is removed؟ هتفرقع، ما خلاص.
بمنتهى البساطة المية هتقعد تخش 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 وبعد كده هتفرقع. يبقى تعالى نبص كده، الأميبا regulate its water needed naturally. لأ. أميبا can easily get rid في ال excess water. لأ. ال osmotic pressure inside it decreases. لأ. طب ال osmotic pressure inside it decreases. ليه؟ لأن هيبقى جواها مية كتير 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 كتير، فالosmotic pressure اللي جواها هيقل. تمام كده؟ طيب حلو أوي كده. تعال نبص على question number 5. يقول لك based on your study some fish species and their variety of adaptation to their surrounding environment determine which of the following marine organisms differ from other species in the type of adaptation that distinguish it. ماشي. أنا مش فاهم السؤال، تعال نترجمه واحدة واحدة. based on your study some fish، عن شوية fish بتتنوع في الادابتيشن بتاعها للسراوندينج environment. determine which of the following، قول لي مين فيهم بقى من المارين اورجانيزم differ from other species type of adaptation. يعني بالبلدي كده، دول الأربعة اللي جايين دول في منهم ثلاثة شبه بعض، في واحدة مختلفة. طيب تعالى نشوف كده الادابتيشن بتاعهم. ماشي. التلافية والسلمون والايت فيش، يعني ممكن نقول ان هم كلهم في منهم اللي بيعيش في السي ووتر، اللي بيعيش في الفريش ووتر، كل الكلام ده كله. طيب كل ده نقدر نقول عليه، بس الوحيد اللي نقدر نقول عليه مختلف هو ايه؟ الدولفين، لان ده في الاستراكشر بتاعه اختلف تمام. ده الوحيد مثلا ما عندوش جلدز مثلا، اللي بيتنفس من بلو هول بتاعته فوق، وهكذا. which near surface factors that can lead to behavioral adaptation includes ايه؟ behavior oxygen deficiency، ده يديني physiological structure. water depth، لا. طب والووتر ريزيستنس برضه مع الاسموتيك بريشر ده سايكولوجيكال، انما الريبرودكشن ليه؟ لأن أنا ممكن أروح أعيش في السي وأرجع أعمل ريبرودكشن زي السلمون في السي ووت في الفريش ووتر. يبقى ده الوحيد اللي behavior. طيب وquestion number 7 يقول لك which of the following is a common factor between structural adaptation and physiological adaptation in a marine organism. Which of the following is a common factor between structural adaptation and physiological adaptation in marine organism. ماشي. حاجة مشتركة ما بين الاتنين، تعالوا نشوف هي ايه. أنا مش فاهم السؤال بصراحة. طب ممكن افهمه لك واحده واحده. ايه الفاكتور اللي ممكن يأثر لي على الاستراكشرال ادابتيشن ويأثر لي على الفيزيولوجيكال ادابتيشن؟ طب نبسطها اكتر من كده. ايه الفاكتور اللي عندي ممكن السمكه تتعرض له فتضطر انها تغير في الاستراكشر بتاعها فتعمل استراكشر ادابتيشن، وتغير انها تضطر انها تغير في الفيزيولوجيكال ادابتيشن بتاعها. تعالوا نشوف الهاي بريشر. تنفع والله. هقول لكم ليه كمان شويه. المايجريشن لا، مش لا. طيب تعالوا نشوف ليه الهاي بريشر تنفع. لان الهاي بريشر بيخلي لي في الاستراكشرال ادابتيشن كومبريسد بادي. طب والفيزيولوجيكال ادابتيشن لا يا عم، علي لي ضغط الدم جوه عشان امشي معاك مظبوط واستحمل البريشر ده، فاثرت لي على الاثنين. انما المايجريشن ده بيهيفيرال وفيزيولوجيكال لا. انما الاميتنج ديستنكتيف ساوند ده بيهيفيرال بس. طب الازموتيك بريشر تاثر لي على فيزيولوجيكال ادابتيشن، ما تاثرليش على اي حاجه تانية. السؤال ده سؤال حلو جدا. وتعالوا نشوف question number 8. يقول لك which of the following organism demonstrate a structural adaptation that distinguished it from other species at the same ماشي taxonomical level أو taxonomic level، يعني في نفس التقسيم أو نفس التوزيع. مين دول؟ مين ال structural adaptation ده اللي بيميز ده عن ده؟ الدولفينز. قريب للسؤال اللي فوق. which of the following structures primarily help fish move horizontally in water؟ خلي بالك بقى ان horizontally كده، vertically كده، فعشان تموف هوريزونتالي في الوتر خليك في الفنز الزعانف. طب الاير بلادر لا، دي فيرتيكال. which of the following result from fresh water gardening؟ ماشي is the elimination of excess body fluid. احنا هنا بنتكلم على اوكي the presence of contractile systems that help them expel excess water. تمشي. excess urine produced في البادي is diluted. ماشي. the blood contain high percentage of urea، دي لأ. the presence of opening at the top of their head، لأ دي تنفع للتنفس. ماشي.
ممكن تبقى دي وتمشي دي برضه، بس انا اختار بي. تعال نبص على question number 11. يقول لك which of the following distinguished deep sea fish. استنى كده هرجع السؤال اللي فات ثانية واحدة. بس انا هرجع اختارها ايه برضه. يعني من ضمن تحليل منطقي كده ان هو ان الاكسس يورين كده كده بيخرج عن طريق البادي. اكسس يورين produced by the body is diluted. ماشي، ده كلام جميل، بس يعني مش جاي عندنا في منهج صريح عشان eliminating excess body fluids. هو بيقول لك مين في دول الطريقة presence of contractile system ايا ما كان بقى هو ايه، ينقبض ويطلع expel excess water. كدني بقى، contractile vacuole. هو قال لك system، فهي دي سؤال ألعباني شوية، فعشان كده اختار ايه. تعال نشوف which of the following distinguish deep sea fish in terms of the composition of their blood vessel strong robust strong و thick. تمام كده. طيب in salmon fish adult fish get rid of excess water. لا. adult fish طبعا get rid of excess salt. طب ليه؟ عشان هو عايش في البحر. طيب اليانج فيش swallow large amount of water. لا دي بتخش غصب. young fish get rid of excess salt. لا، يبقى right answer هي بي. بص على question number 16. ما شاء الله ايه ده، ده طويلة. which of the following is true about salmon osmotic pressure inside the cell of young fish is higher than the osmotic pressure of surrounding medium. دي صح. ليه؟ عشان هو بيعيش في الفريش ووتر. طب يبقى osmotic pressure inside the cell of the young fish is lower than osmotic pressure. لا. طب فريش بتاعت الادلت فيش higher than osmotic pressure بتاع surrounding medium. لا. وحتى لو equal دي مستحيل. من قبل ما نكمل الإجابة يبقى الرايت answer هي ايه. خش على question 14. which of the following do. ماشي bottom dwelling fish. معرفش هي ايه. do to adapt the oxygen and their. يعني بالبلدي كده امسح دي كده خالص وشوف السمكة هتعمل ايه عشان تأدبت الأكسجين ليفل. speed up their metabolism. لأ. slow down their metabolism to consume more oxygen. لأ. speed. لأ. slow down metabolism to reduce their oxygen requirement. أو يبقى الرايت answer هي دي. the adaptation that include certain action. تعمل ايه بقى؟ تعال نشوف واحدة. whether inherited أو learned الاتنين يعني. طيب طالما كده أو كده يبقى ده behavioral adaptation. The viper fish is characterized by flexibility of its skeletal structure to withstand the high pressure. مش زي الأسئلة اللي فوق. deep sea fish withstand high pressure because they have flexible body و reduce air spaces. ماشي. bones are filled with air upon crush. the lung ملهاش علاقة. produce oxygen ملهاش علاقة. يبقى flexible body عشان يستحمل. The migration is one of the most important example for behavioral adaptation in salmon. طيب في ال essay question how. Okay, how does a living organism adapt to its surrounding environment? Explain. By changing some behavioral structure or physical traits يعني of a living organism that help it survive better in the ecosystem. Explain the statement lack of oxygen not problem of some marine organism. ما دي سهلة يعني. ممكن تكتب له والله because they can. they can decrease their metabolic rate and some fish مثلا can increase hemoglobin concentration. تمام ممتاز. although dolphins are mammals they live in water. خلاص عشان عندهم structural adaptation. خلاص بقى عندهم streamline body وعندهم fins instead of legs وعندهم كمان ال air breathing hole والدنيا تمام. طيب تعال نبص. in the opposite figure mention 1 و 2. ماشي. 1 و 2 دي عندنا fins. طب و 2. اوكي دي الكدني. الفانكشن بتاعت الفينز ايه؟ help movement of الفيش. الكدني. ماشي. help to regulate الwater and salts concentrations
in الفيش بودي. تمام، كلام جميل جدا. What challenge do deep fish water face؟ ماشي بقى، ايه عايز اكتب له اي حاجة. هنا عايز lack of. ماشي، عايز structure adaptation تحديدا. ماشي، حلوة أوي القصة دي. pressure مثلا، والدنيا ماشي no light مثلا. طب في البريشر they have compressed body، واللي ما عندهمش نور they have wide eyes. what is the function بتاع contractile vacuole in amoeba؟ ماشي، store and give free of excess water. طيب in the opposite figure represent the viper fish. What is the structure and physiological adaptation? The flexibility of its skeletal structure to withstand high pressure في الدبس، وكمان عندها high concentration of hemoglobin في الايه، في الدم بتاعها to adapt to the decreased oxygen level in their depths. تمام كده، تمام. طب mention 3 forms ماشي of structure adaptation في الدولفين. they have streamlined body أو shape fin instead of leg، وهاف ال opening اللي هي البلو هول اللي بيتنفسوا. طيب in the opposite figure what is the kind of the adaptation in the salmon fish and the whale behavioral adaptation؟ طب give reason in bony fish have a swim bladder أو air sac to help them float in the water. طب الدولفين the breathing opening at the top of their head instead of nose they allow them to breathe the atmospheric air. The living organism in aquatic environment have the ability to effectively regulate the blood pressure. الثلاثة اللي جايين دول to withstand the high pressure in the depths كلهم. Viper fish عندها flexibility في الskeleton. living organism number 5 in aquatic environment have strong and durable arteries and veins كله عشان to withstand the high pressure. طيب ماشي. Write the scientific terms a certain behavior or action which inherited. ماشي، ده adaptation. ماشي كده، which inherited أو learned يبقى adaptation. طيب structures that help euglena to get rid of excess water. contractile vacuoles. A structure in the ship that help it to extract dissolved oxygen from water. ده الجنس. وبكده دكتورنا يكون التقييم والويكلي هومورك خلص. أشوفكم دايما يا رب كل أسبوع على خير. سلام عليكم.